هتجيبوا اي بديل للنوتيلا، وبتاع دريم دي خطيره وفيها قطع من البندق وطعمها حلو جدا. هتحطوا مقدار نص معلقه صغيره في طبق يكون عليه ورقه زبده او كيس سندوتشات، وتحطوها في الفريزر عشان عايزاها تجمد خالص. هرجع تاني اخد نص كوبايه من الشوكولاته احطها في بوله، واحط عليها بيضه بدرجه حراره الغرفه ومعلقه صغيره من الفانيليا. هضربهم مع بعض كويس جدا لحد ما يبقوا بالشكل ده. هنزل عليهم بكوبايه الا ربع من الدقيق، وهقلب كويس جدا لحد ما تتكون عندي كده زي عجينه والدقيق يختفي خالص. هاخد منها مقدار معلقه كبيره واكورها وافردها كده، واحشيها بقى بالشوكولاته اللي انا كنت شايلاها في الفريزر. هتلاقوها جمدت معاكم خالص. وبعد كده بتقفلوا عليها كويس جدا وتكوروها تاني، وتحطوها بقى في صاج مدهون بزيت او عليه ورقه زبده، وبدخلهم الفريزر ربع ساعه او في التلاجة نص ساعه قبل ما يدخلوا الفرن. بكون مشغله الفرن من قبل ما ابدا خالص على درجه حراره 180. بيدخلوا على الرف الوسط، بياخد بالظبط من 12 ل 15 دقيقه، مش اكتر من كده. هسيبهم يبردوا خالص وازينهم بالشوكولاته وبشويه من اي مكسرات عندكم. انا زينتهم بالسوداني وكان طعمهم حلو جدا. وكده يبقى جاهز عندكم اسرع كوكيز محشي بالشوكولاته بثلاث مكونات بس. طعمه خطير، تقدروا تعملوه بحجم اصغر من الحجم اللي انا عاملاه، هيعمل لكم كميه اكبر. قدموه بقى مع القهوه او مع اي مشروب بتفضلوه. طعمه كان حلو جدا. الشوكولاته من جوه كانت سايحه كده، وكان بيدوب في البق. جربوه، انا واثقه جدا انكم هتحبوه.